السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وسعادة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. مع بعض النهاردة هنعمل الجاتوه اللي احنا شايفينه ده. تقدري تعمليه بطريقة سهلة جدا. بنص كيلو دقيق تقدري تعملي اكتر من دستين جاتوه. نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. اول حاجة انا عاملة صاجين 30 في 40. كل صاج عبارة عن 3 بيضات، معلقة من محسن الجل، نص كوباية من المية المتلجة، ربع كيلو من دقيق الاسبونج، وفانيليا. بنضربهم طبعا حوالي 5 دقايق، فرننا ساخن على درجة حرارة 200، بياخد حوالي 12 دقيقة. هيطلع معانا، هنسيبه طبعا يهدى خالص ونبتدي نتخلص من الوش. حتى برضو الشوكولاتة بنفس الطريقة، ربع كيلو دي سبونج شوكولاتة، عليه برضو 5 بيضات، عليه معلش 3 بيضات، عليه نص كوباية مية سقعانة، وعليه كمان معلقة محسن جل وطبعا فانيليا. يتضربوا كله كده حوالي 5 دقايق، ونحطه في صاج حاطين فيه ورقة زبدة كده في القاع لمدة من 10 ل 12 دقيقة. هبتدي اقسم بقى ايه الصاج بتاعنا 20 و20. شايفين يا جماعة؟ طالع معانا حلو جدا. هنعمل كريمة بقى، يعني مثلا كوباية من الكريم جانتيه خام، عليها نص كوباية من السكر، عليها كمان معلقتين من الباستري كريم، وكوباية ونص من المية المثلجة. نضربهم طبعا كويس جدا برضو حوالي 5 دقايق. على فكرة لو ما فيش العجان طبعا تقدري تضربي بالمضرب الكهربائي اليدوي. وكان معانا طبعا مية اللي هو الشربات الخفيف، وسقينا بها الكيك. كيك طالع معانا يا جماعة هاشش وفي منتهى الجمال. هنحط بقى طبقة الكريمة ونفردها. ممكن بقى تحطي كراميل او صوص فراولة او اللي هو الجيلو المانجا زي ما تحبي، او نوتيلا. انا حطيت ايه اللي هو صوص الكراميل. هنبتدي ننزل بالطبقة التانية. وبرضو هنشربها. شربات الخفيف عبارة عن مثلا ايه نص كوباية سكر، عليهم بالنسبة للشربات الخفيف بيبقى نص كوباية مية، عليهم معلقتين من السكر، بندوبهم كويس وبنبتدي ايه نشرب الكيك بيهم. ونبتدي برضو نحط طبقة كريمة محترمة كده من فوق. مهم جدا يا جماعة ان بعد ما بنساوي الطبقة اللي فوق دي انها تتحط في الفريزر لا يقل عن 6 ساعات، وممكن من بالليل للصبح. مهم جدا جدا ان احنا نفرزن الجاتوه عشان تعرفي تقطعيه وينزل معاكي مسطرة كده ويبقى حلو وما يتفتفتش معاكي. هنجيب بقى السكرابر كده المشرشر ونعمل اي شكل من فوق. في الوقت ده بقى ايه هنحطه بقى في الفريزر ونشتغل في اللي هو الشوكولاتة. برضو قسمناه بالنص وعملنا بقى كريمة شوكولاتة. يعني بص الكريمة برضو كوباية من الكريم جانتيه الخام، عليها نص كوباية من السكر، عليها معلقتين باستري كريم، كوباية ونص من المية المثلجة، وكمان هتحطي بقى شوية جناش شوكولاتة، ومعلقة ايه كبيرة من الكاكاو الخام. هنفرد برضو طبقة كويسة كده من الكريمة. هنحط في الوقت ده بقى النوتيلا او صوص شوكولاتة كده.
وحطينا النص التاني من فوق، وهنبتدي ايه نشربهم بالشربات برضو الخفيف. وبعد كده هنديها ايه طبقة كريمة تاني، واحدة واحدة كده ان شاء الله يطلع منك يعني احلى من كده كمان. تقدري بقى بنص كيلو دي سبونج تعملي 24 قطعة جاتوه. نظبطه كده، لو حتة واطية نزود لها كريمة، ونحاول ايه نخليه كله مستوى واحد. نجيب السكرابر كده ونسوي بيه، نخلي الملمس ناعم جدا. وبرضو يا جماعة على طول على الفريزر 6 ساعات او من بالليل للصبح. كل ما سيبناه في الفريزر هيديكي نتيجة هايلة. هنبتدي بقى طبعا السكينة بتاعتنا المشرشرة كده هتكون محطوطة في مية سخنة، ومعاكي فوطة كده وتمسحيها كويس. ونبتدي ايه نشيل اول حاجة الاطراف، وطبعا الجوانب اللي بتطلع دي بنعمل منها كبات اهو. اهم حاجة ان المية تكون سخنة جدا والمنشار محطوط فيها. ونبتدي بقى نسوي الجاتو، والجاتو يكون طبعا واخد درجة تبريد كويسة عشان يطلع معاك متساوي زي ما بنشوف مع بعض كده، ويبقى سهل التقطيع ما يبقى سايح. هنقسمه بقى كده. تقيسي كده بالايه بالمسطرة او بالمزورة عشان تجيبيه متساوي كله، يعني كله حاجة واحدة. برضو السكينة كده اللي هي المنشار بنحطها برضو في مية سخنة، ونبتدي نقطع ايه الجزء ده نقطعه على 3، يبقى كده عملنا 6. تقدري تعملي بقى الجاتو في البيت للأولاد، أو لو هتشتغلي مثلا وهتبيعيه اهو. بعد كده جبنا اللي هو بالشوكولاتة، بعد ما قطعنا اللي هو اللي بالفانيليا جبنا الشوكولاتة بقى وعملنا عليها، حطينا عليها جناش شوكولاتة بعد ما سقعت. ممكن يعني تحطي مثلا حوالي كوباية من الشوكولاتة المبشورة عليها 5 معالق كبار من اللبن. اللبن بيسخن تقفلي عليه النار، تحطي الشوكولاتة وتدوبيها بتبقى جاهزة معانا. استني طبعا تبرد شوية، ونطلع الجاتو بتاعنا من الفريزر، ونبتدي تحط عليه جناش الشوكولاتة. بعد برضو ما دخلناه شوية كده، بعد ما حطينا عليه جناش الشوكولاته دخلناه في الفريزر شويه، هنبتدي نجيب ايه نوتيلا ونحطها عشوائي زي ما انتم شايفين كده. مهم جدا يا جماعه من وقت للتاني برضو تحطوه في الفريزر عشان يطلع معاكم ايه مظبوط. بعد كده بقى هنقطعه ونشكله زي ما انتم شايفين كده، ونحط عليه شوكولاته او جيلو فراوله. وعمل معانا 24 قطعه.
طالع معانا حلو جدا. يا رب بقى الفيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم. ما تنسوناش بقى باللايك، واللي مشتركش في القناه يا ريت ينورني بالاشتراك. اسيبكم على خير واشوفكم على خير، والسلام عليكم. دمتم في امان الله ورعايته، مع السلامه.